بيبدأ مسلسلنا مع سو، ودي موظفة في مكتب بريد ووصلت لسن ال 45 سنة من غير ما تتجوز، لحد ما قابلت جانج حب حياتها. وسو بتبقى شخصية نشيطة جدا ودمها خفيف وعلى طول بتضحك. وفي يوم وهي بتحاول تخلص شغلها بدري علشان تقابل جانج خطيبها، بتحصل حادثة غريبة جدا وبيدخل حرامي لمكتب البريد علشان يسرقه من قلة الأماكن يعني، وبيبقى معاه مسدس بيهدد بيه الموجودين علشان يسيبوه ياخد الفلوس اللي هو عاوزها. فسو بتبقى عاوزة تضرب جرس الطوارئ علشان الامن يجي يساعدهم، بس بعدين بتتراجع لانها بتخاف قوي وبتفكر انها لسه ما اتجوزتش وهي مش عاوزه تموت عانس. وجانج خطيبها بيبقى مستنيها بره، ولما بتتاخر عليه بيدخل علشان يشوفها، فبتحاول سو انها تفهمه انه ما يدخلش، ولكن جانج مش بيفهم. والحرامي بياخد باله من حركه سو فبيهددها بالمسدس بتاعه وبيبقى عايز ياخدها معاه رهينه، ولكن جانج بيوقفه فبيرفع الحرامي مسدسه عليه. وساعتها جانج بياخد طفايه الحريق، وسو بتحرك عربية الصناديق تجاه الحرامي. في اللحظة اللي جانج بيفتح فيها طفاية الحريق، فسو بتاخد كل حاجة في وشها بدل الحرامي، بس بينجحوا انهم يقبضوا عليه. وسو وجانج بيخرجوا من المكتب كأنهم أبطال، وبيقعد زمايل سو يسقفوا لهم ويطبلوا لهم كمان بسبب شجاعتهم دي. وبيسألوا جانج ازاي دخل بقلب جامد كده قدام الحرامي وهو ماسك مسدس، فبيقول لهم انه ما فكرش ولا تردد ثانية واحدة، لان مفيش حاجة عنده اغلى من سو، فالكل بيحسد سو عليه. وجانج وسو بعدها بيروحوا يقابلوا كونج مامة سو علشان يشوفوا فستان الفرح لسو، وكونج بتقعد تهزقهم لانهم اتاخروا، وبتقول لهم ان فتره تجهيزات الفرح دي حواره مش بيخلص. وكمان بتلوم سو لانها بتاكل كتير جدا ولا كأن دي اخر ايامها، ووزنها زاد والفستان مش هيبقى حلو عليها، وبتفكرها ان سنها كبير مش لسه عيله صغيره، علشان كده لازم تهتم بنفسها. فسو بتزعل جدا من كلامها، وجانج بيحاول يسكت كونج وبياخدهم جوه المحل علشان يتفرجوا على الفساتين. وسو بتقيس يجي 100 فستان وكلهم بيعجبوا جانج جدا الا كونج، في كل مره بتطلع عيب شكل علشان تطهق سو في عيشتها. وبعد ما بيخلصوا جانج بيرجع مامة سو على البيت وبياخد سو علشان تقابل اخواته وتتعرف عليهم. وهنا بقى بنعرف ان جانج عنده 4 اخوات مختلفين عن بعض تماما، وحكايتهم هتبقى حكايه. واول واحد فيهم اسمه تشون، وده بيبقى مدير في شركه استثمارات كبيره جدا، شخص عملي ومنظم. والتاني اسمه هونج، وده بيبقى مصمم رقصات لفريق الكيبوب والمشاهير في كوريا كلها، واكتر حاجه بيحبها في حياته هي الرقص، وده اهم عنده من الاكل والشرب حتى. والتالت اسمه بوم، وده بقى الدحيح بتاعهم اللي معاه شهادات في الاقتصاد من كل حته ومن اكبر جامعات في امريكا، وبيعتبروه فخر العيله اللي مشرفهم. واصغر واحد بقى هو كانج، وده بيبقى ضابط في القوات البحريه وحياته كلها على قد الجيش. وطول الطريق جانج بيحكي لسو على اخواته وبيعرفها بشخصياتهم، ولما بيوصلوا على المطعم مش بيكون موجود من اخوات جانج غير تشون وهونج وكانج، واللي بيكونوا متحمسين جدا علشان يقابلوا البنت اللي اخيرا قدرت توقع اخوهم الكبير في الحب. ولما بيشوفوا سو بيبقوا منبهرين جدا من جمالها لدرجة انهم بيفضلوا مبحلقين لها طول القعدة. وهنا جانج بيقول لهم يبطلوا افوره شوية، واخوات جانج بيبقوا فرحانين جدا بجوازة اخوهم وبيقعدوا يشربوا على شرف انه خلاص لقى نص حياته التاني. وبيسألوا سو ازاي اتعرفت على اخوهم، فسو بتحكي لهم قصة حبها الكبيرة مع جانج، واللي بدأت لما جانج كان بيروح لها على مكتب البريد علشان يديلها جوابات كاتبها لاخواته. وسو ساعتها استغربت هو ليه لسه بيبعت جوابات مع انها موضة قديمة والكل دلوقتي بيستخدم واتساب عادي جدا. فجانج قال لها ان اخواته بعاد عنه والدنيا مفرقاهم، فهو بيحب يكتب بخط ايده علشان يعبر لهم عن حبه. وساعتها بقى سو حست ان هو الراجل المثالي، لان ما بقاش في شخص بيفكر زيه في الزمن ده. وكمان جانج وقف جنبها فترة صعبة قوي كانت سو وقتها مشتاقة فيها لباباها اللي مات، فاخوات جانج بيتأثروا جدا بقصة حبهم. وهنا جانج بيوقفهم كلهم علشان يدوا لسو التحية العسكرية لانها دخلت حياة اخوهم، فسو بتاخدهم على قد عقلهم وبترد لهم التحية. وبعد ما بيخلصوا وبيودعوا بعض جانج بيشكر سو لانها قدرت تندمج مع اخواته بسرعة، فسو بتقول له انها من النهارده هم بقوا اخواتها هم كمان. وتاني يوم الصبح سو بتوزع دعاوي الفرح بتاعتها على اصحابها في الشغل، ومديرها بيبقى فرحان جدا ليها لانها اخيرا وبعد عمر طويل
خلاص هتتجوز، واصحاب سو بيقولوا لها انها محظوظه بخطيبها من بعد ما شافوه وهو بينقذها من الحرامي. وسو بتقعد تتمنظر عليهم بجنج وقد ايه هو قوي وبيحميها وبيحبها جدا، وكمان بتعرفهم ان الفرح هيتم في اوتيل فخم من اللي بيروحوا الاغنياء والمشاهير، وتمن الوجبه الواحده فيه بمرتباتهم كلهم، وده لان مامتها مستحيل تقبل باقل من كده لفرحها. وفي نفس الوقت ده بيكون اخوات جنج الاربعه كل واحد منهم في حال. اولهم تشون اللي شغله بيبقى واقف ومحتاج فلوس كتير لان عنده عجز في الفلوس، وهونج بيبقى راحت عليه في الرقص وبيتقال له من الفريق اللي بيدربه ان اسلوبه بقى قديم ومحدش بيعمله، وجنج بيتعب جدا وهو في تدريباته. اما بقى بوم فبيبقى الوحيد اللي ربنا نصره وبيتكرم بشهاده جديده. وبرغم كل ده الا ان جنج وتشون وهونج بيروحوا مع جنج على بيت سو علشان يحتفلوا بعادات قبل الجواز عندهم، وبيكونوا جنب اخوهم. بس كونج قبل ما تدخل لهم بتطلب من كانج ينفذ عاده مهمه الاول، وهي انه يكسر برجليه طبق فخار علشان النحس يبعد عنه. بس النحس بيشتغل من اولها وجنج مش بيعرف يكسر الطبق من اول مره، ولكن بينجح في التانية وبيدخلوا كلهم وبيدوا هدايا كتير لسو، واللي بتقول لهم انها محظوظه انها هتدخل عيلتهم، وبتطلب منهم ينادوها ويعاملوها على اساس انها اختهم الكبيره من هنا ورايح. وبعدها بيعدي كام يوم بيبقى جنج وسو فيهم بيحضروا تجهيزات فرحهم وبيبقوا مبسوطين جدا وعايشين احلى ايامهم. وبيجي يوم الفرح وبوم بيرجع من سفره مخصوص علشان خاطر جنج، وجنج بيبقى فرحان بيه جدا. وسو بتلبس فستانها بس من تفاصيلها بتفضل تاكل لحد اخر لحظه، لدرجه انها بتنزل في الاسانسير وفي ايديها الاكل وهي لابسه فستان الفرح. وبيشوفها راجل اعمال كبير جدا اسمه هان واللي بيستغرب من منظرها، فسو بتتحرج وبتقول له انها متوتره علشان كده بتاكل. وبعدها بتدخل القاعه هي وجنج، واول ما بيدخلوا من هنا النحس بيرجع يشتغل من تاني والدنيا بتقلب مطر وبرق ورعد واعاصير كمان، والمعازيم بيجروا وبيسيبوا الفرح وسو بتقعد تعيط. وبرغم ده بتتم مراسم الجواز وسو وجنج بيتجوزوا وبيروحوا على بيتهم. وتاني يوم بتصحى سو وبتفتكر انها خلاص اتجوزت جنج فبتفرح جدا، ولما مش بتلاقيه معاها بتقوم تشوفه وبتلاقيه في المحل بتاعه وبيشتغل من اول يوم جواز. وبيروح له جو شريكه وبيقول له ان المشروبات اللي بيعملوها كل شويه بتبوظ فمحتاجين انهم يعملوا تغييرات فيها او يغيروها خالص علشان ما يخسروش. بس جنج بيكون مصر انه ما يغيرش حاجه لان دي وصفات عيلته من زمان. وفي نفس الوقت ده بنشوف ست اسمها مي وبتكون مرات رجل اعمال اسمه تاك، ومي بتكون شافت جنج واخواته في الاوتيل وقت فرح جنج وسو، ومن ساعه ما شافتهم وهي زعلانه وبتروح لجوزها تاك وبتقول له انها شافت جنج واخواته وبتعرفه ان جنج اتجوز، وبتقول له انه صحيح عدى وقت كبير على الموضوع بس معقول مش حاسس باي ذنب خالص ناحيتهم. فتاك مش بيهتم، ولما بيلاقيها قاعده قلبه وشها في خلقته بيدي لبنته سيري كارت حسابه وبيقول لها تديله امها لانه عارف انها بتحب الفلوس وبتحب تصرفها. ومي اول ما بتمسك في ايديها الكارت فعلا بتقوم نطه من سريرها وناسيه زعلها، وبتقوم بنتها سيري تجهز بسرعه علشان يعملوا شوبينج. ولما سيري بتقول لها انها قاعده تعبانه وملهاش نفس الحاجه، مي بتقول لها ان الشوبينج والصرف هو علاجها. وبعدها بيكون جنج في مقابله مع دكتور جيول علشان يطمن على صحته، ولكن الدكتور جيول بيقول له ان عنده التهاب جامد في ودنه بسبب تدريبات الغوص، ومع الوقت لو ما اهتمش بنفسه ممكن يفقد حاسه السمع تماما، وبينصحه ياخد اجازه او يمسك منصب اداري بعيد عن التدريبات علشان يريح نفسه. فكانج بيوعده انه هيفكر في نصايحه وبيشكره وبيمشي. وجانج وسو بيقرروا انهم يروحوا يزوروا كونج مامتها لان جانج بيكون قلقان ان مامة سو لسه مش حباه ولا قابله بيه لانه ولا غني ومعاه فلوس ولا متعلم ومعاه شهادات زي بقيه اخواته. فسو بتطمنه وبتقول له انه اهم عندها من كل ده. وساعتها بتكون كونج مامة سو قاعده بتجهز في بيتها علشان هتروح في رحله مع اصحابها لي وكيم واو. بس وهي بتجهز بتلاقي ان جاي لها ضيوف، واول ما بتروح تفتح بتلاقي مراتات كيم ولي واو قدامها والتلاته بيهزقوا فيها لانها بتحاول تصطاد جوازهم وهي في السن ده. ولما كونج بتقول لهم انهم فاهمين غلط وانهم مجرد صحاب بس مش اكتر بيجيبوها من شعرها. في الوقت ده بتكون سو وجانج في طريقها لكونج اصلا، ولما بيشوفوا اللي بيحصل فيها بيفضوا الخناقه بسرعه. وسو بتلوم مامتها على الهبل اللي بتعمله في السن ده، فكونج بتقول لها انه مش ذنبها انها لسه حلوه ومحبوبه والناس بتغير منها. وساعتها جانج بيتدخل وبيعرض على كونج انها تروح تعيش معاهم، بس هي وبنتها في نفس واحد بيقولوا لا. وفي نفس الوقت ده بيكون تاك قاعد في مكتبه وبيفتكر زمان لما كان شغال في نفس المحل اللي بيشتغل فيه جانج دلوقتي،
وساعتها جانج كان لسه صغير وبيدرس في المدرسة، وكان بيروح يساعد تاك في شغل المحل. وبعدها بنروح لمي اللي بتكون عمالة تتسوق مع بنتها سيري، وبتشوف بالصدفة هان رجل الأعمال الكبير اللي قابلته سو في الأوتيل. وهان بيكون قاعد مع بنته بو والأستاذة بتاعتها من الجامعة، لأن هان بيكون فقد مراته من زمان وبنته بو وكمان ابنه الكبير اللي بالصدفة بيطلع هو نفسه جيول دكتور جانج، وبيبقوا عايزين يجوزوه علشان يعني ما يبقاش وحيد. فبو كانت بتحاول تظبط ميعاد لباباها مع الأستاذة بتاعتها، بس هان بيبقى فاهم حركاتها هي واخوها ومش مهتم خالص لأنه لسه عايش على ذكرى مراته اللي ماتت. ومي لما بتشوفهم بقى بتتضايق لأنها عايزة تجوز بنتها سيري لجيول ابن هان، لأنهم طبعا أغنياء جدا ومش عايزة بنتها يبقى عندها حما تتحكم فيها أو تشارك معاها العز ده كله. وبعدها بتكون سو مع جانج في زيارة لتشون في الشركة اللي بيشتغل فيها، بس بيتصدموا لما بيعرفوا إن تشون ما بقاش يشتغل في الشركة لأنهم طردوه. وبيعرفوا من زميل ليه إن حصلت مشكلة في الشركة وحملوا تشون لوحده الخسارة كلها. فجانج وسو بيزعلوا جدا على وضع تشون، وجانج بيتصل باخوه علشان يتفق معاه انهم يتقابلوا بالليل، ولكن تشون بيتحجج لجانج وبيقول له ان عنده شغل. وساعتها جانج بيزعل اكتر لان تشون مخبي عليه حقيقة وضعه وشايل في نفسه. فبيروح يشتكي لسو وبيقول لها انه قلقان عليه جدا، خصوصا ان مرات تشون وابنه بعاد عنه وعايشين في امريكا وهو ملزم بمصاريفهم. فسو بتطمنه ان تشون شخص ذكي واكيد هيلاقي حل لمشكلته. وبعدها سو بتتصل بمامتها وكونج بتسألها اذا كان جانج كان جد في العرض اللي عرضوا عليها ولا لا. فسو بتقول لها انه حتى لو كان جد فاكيد هي مش هتوافق وتروح تضيق عيشتهم عليهم. فكونج بتقول لها انها اصلا مش بتطيق جوزها ده ومستحيل تعيش معاه في مكان واحد. وساعتها بيكون جانج بيتكلم في التليفون مع اخوه بوم علشان يتفق معاه انهم لازم يتجمعوا كلهم قريب علشان يعني يتكلموا عن وضع تشون ويشوفوا ازاي يساعدوه. بس اللي مش بيكون جانج عارفه ان اخوه بوم هو كمان محتاج مساعدة، لان الاستاذ بيكون اتجوز من وراهم لما كان بيدرس في امريكا، لا وكمان مخلف طفلة لسه بيبي اسمها هانيا. ومراته يون سابته واتخلت عنه وعن بنتها لانها شايفة انها ضحت علشانهم كتير وعايزة تفكر في نفسها وتعيش حياتها لانها ما بقتش طايقاهم. ورغم ان بوم عرض انه يسيب شغله في الجامعة ويشتغل في وظيفة بمرتب اعلى علشان يرضيها، بس يون كانت عايزة تعيش حياتها من غير مسؤولية وسابت له البيت مع هانيا ومشت. وهو يا عيني بقى قاعد محتاس بالبنت الصغيرة ومش عارف هيعيش ازاي ويربيها ازاي لوحده. وفي نفس الوقت ده بتكون مي وسيري وتاك قاعدين بيتعشوا، ومي بتكون متضايقة ان بو الغبية بتظبط لابوها ميعاد علشان يتجوز بعد مامتها. ولما بتحكي لتاك بيقول لها ان البنت لطيفة وبتحاول تساعد ابوها يبقى سعيد، فهو مش فاهم هي متضايقة ليه. فمي بتقول له ان البنت اللطيفة دي هتقطع على بنته وتجيب لها واحد تقسمها الثروة. ووقتها اصلا بتكون بو قاعدة مع هان وبتحاول تقنعه يتجوز كيم الأستاذة بتاعتها، وبتقول له إن هي كمان عايزة أم زي سيري علشان تخرج معاه وتتسوق. فهان بيقول لها طب ما تتجوزي انتي وساعتها هتقدري تخرجي مع حماتك وتتسوقي برضو عادي. فابوه بتقول له إنها بتقول كده علشانه برضو لأنه ما ينفعش يقضي باقي عمره وحيد. فهان بيقول لها إن مفيش حد ممكن يملى عليه وحدته غير مامتها الله يرحمها، وبيقفل الموضوع في وشها. وفي نفس الوقت ده بيروح جانج وسو لتشون علشان يسهروا معاه، وساعتها تشون بيفهم انهم عرفوا بوضعه، وجانج وسو بيعرضوا عليه انه يعيش معاهم لحد يعني ما مراته وابنه يرجعوا من بره بدل ما هو قاعد لوحده في السكن. وجانج بيطمن تشون ان دي فكرة سو اصلا فهي مش هتتضايق خالص من وجوده معاهم. فتشون بيشكرهم وبيقول لهم انه بيفضل يعيش لوحده. فجانج وسو بيقولوا له انه لو غير رأيه في اي وقت فبيتهم مفتوح ليه. وتاني يوم الصبح بيروح جانج لاخوه بوم وبيتفاجئ لما بيلاقيه شايل على قلبه بنت صغيرة. فبيسأله مين البنوتة دي؟ فبوم بيقول له ان دي تبقى بنت اخوك، وبيقعد بقى يحكي له معاناته كلها. فجانج بيعرض عليه ان يجي هو كمان يعيش معاهم لانه مش هيعرف يهتم بالبنت لوحده. فبوم بيقول له انه هيفكر ويرد عليه. وبعدها بيروح جانج لسو علشان يوصلها على شغلها، وبيقول لها انه هيضطر يسافر كام يوم في شغل، انها مش مصدقة انهم هيضطروا يبعدوا عن بعض لاول مرة بعد 10 ايام من جوازهم. فجانج بيوعدها انه هيرجع بسرعة. وسو بيجي لها مكالمة ان فستان فرحها اللي كانت مأجراه في قطع ولازم تدفع تعويض. وساعتها سو بتفتكر لما هان داس على طرف الفستان وهم خارجين من الاسانسير وقطعوا، ولان التعويض بيبقى مبلغ كبير فسو بتقرر انها تدور على الشخص اللي قطع الفستان علشان تخليه يدفع هو التعويض. فبتروح على الاوتيل وبتشوف تسجيلات الكاميرات وبتاخد نسخة منها. ولما بترجع بتقابل هان من تاني في الاوتيل وبتفكر
بتفكره بنفسها وبتقوله انه لازم يدفع لها تعويض عن الفستان اللي قطعه. وفي وسط ما سو عماله تتخانق على فلوس الفستان مع هان، وهان بينكر انه عمل حاجه، بيوصل لسو خبر صدمه عمرها، وبتعرف ان جانج عمل حادثه وراح للمستشفى. فبتسيب هان وبتجري تروح على المستشفى، وكل اخوات جانج بيروحوا وراها، وبيبقوا كلهم ميتين من الخوف على جانج، وبيحاولوا يهدوا نفسهم ويطمنوا سو ان جانج هيبقى كويس. ولكن جانج بيموت، وسو مش بتستحمل الصدمه وبيغمى عليها. ولما بيستوعبوا اللي حصل بيبداوا يجهزوا مراسم جنازه جانج، وسو بتبقى منهاره من العياط والزعل على كانج، وبتقعد تكلم صورته وبتقول له ازاي سابها بعد ما وعدها انه هيفضل معاها على طول، وازاي هي نحس ومات بعد 10 ايام بس من جوازهم. وكونج بتبقى عايزه سو تخرج من الجنازه وما تشاركش فيها، لان جانج مات بعد 10 ايام بس من جوازهم، فمش عايزه تحسبها على بنتها جوازه ولا تتحمل اعبائها وتكاليفها. ولكن سو بتقول لمامتها ان جانج كان جوزها وحب حياتها ومستحيل تسيبه حتى لو مات. وهنا تشون بيبقى حاسس بالذنب قوي وفاكر ان اخوه مات من صدمته انه اتطرد من شغله، فبوم بيواسيه وبيقول له انه ملوش ذنب وهو اللي المفروض يلوم نفسه، لان جانج مات من صدمته فيه وهو على الوضع اللي حط فيه نفسه. وهونج بيبقى زعلان قوي ان اطيب حد فيهم مات، وبيتمنى لو كان مات هو بداله، وجانج ما سابش مراته لوحدها بالشكل ده. ولما بيوصل خبر موت جانج لتاك بيتصدم جدا، لانه لسه بس سامع من مي خبر جوازه، وبيفتكر الخناقات اللي كانت بتحصل لما كان شغال في نفس محل ومصنع جانج. وفي نفس الوقت ده بيكون هان قاعد في مكتبه وبيتفرج على نسخة التسجيلات اللي وقعتها سو بعد ما مشت بسرعة لما جالها خبر حادثة جانج. وساعتها هان بيلاقي انه داس على فستان سو فعلا وقطعه، وكمان بيشوف مشاهد تانية من الفرح لسو وجانج وقد ايه هما كانوا فرحانين جدا وباين انهم بيحبوا بعض، وبيكون مستغرب من تصرفات سو وحركتها وشخصيتها، وبيبقى عايز يلاقيها علشان يديلها التعويض اللي هي طلبته. وساعتها سو بتكون عرفت من بوم بالوضع اللي هو فيه وبنته الصغيرة اللي معاه، ولما بيقول لها انه حاسس بالذنب بسبب موت اخوه، سو بتقول له ان ده قدر، والقدر محدش يقدر يهرب منه، فما فيش حد السبب في موت كانج. وبتكمل سو مراسم الجنازة وبتودع جانج للأبد، وهي بتشكره على الفترة القصيرة اللي قضوها سوا، وبتقول له انه كان احسن حد قابلته في حياتها ومستحيل تنساه ولا تندم انها قابلته. ولما بتخرج من الجنازة بتكون مرهقة جدا ومش شايفة قدامها، وبتبقى هتقع، بس هان بيكون في نفس مكانها بالصدفة علشان يقابلها، ولما بيشوفها هتقع بيروح بسرعة يلحقها. وهنا سو بتسيبه من غير حتى ما تشكره، فهان بيتضايق من تصرفها وبيدخل لنفس المكان اللي مدفون فيه كانج علشان يزور مراته هو كمان، لان اليوم ده بيكون الذكرى السنوية لوفاتها. وبيبقى مستغرب ليه سو لابسة لبس عزا وهي لسه متجوزة، فبيخمن انه ممكن يكون حد من عيلتها مات. وتاك لما بيعرف ان مصنع ومحل جانج اتقفل بيفرح جدا وبيروح يعرف مي باللي حصل، وبيقول لها ان دي فرصته علشان يستولى على المصنع والمحل ويتمحي الماضي بتاعه كله. وهنا كونج بتطلب من سو انها تسيب بيت جانج وترجع معاها علشان تنسى جانج، وبتقول لها انها اكيد مش هتفضل تقضي عمرها كله حزينة على واحد اتجوزته 10 ايام بس، وبتنصحها تفوق لنفسها علشان تشوف حياتها وما تندمش بقية عمرها. بس سو بترفض تروح معاها وبتقول لها انها تفضل في بيت جوزها. فكونج بتتكلم مع اخوات جانج علشان يقنعوها تنسى جانج وتشوف حياتها، واخوات جانج بيتفهموا رغبة مامة سو وبيجمعوا مبلغ وبيروحوا لسو وبيدوا لها المبلغ ده، وبيقولوا لها ان الفلوس دي علشان تبدأ حياتها من جديد، وبينصحوها انها تشوف حياتها وتتقبل موت جانج لانها لسه قدامها حياة لازم تعيشها. فسو بتبقى رافضة تتقبل في الاول، ولكن بعدين بتاخد حاجتها وبتسيب بيت جانج. واخوات جانج بيكلموا مامة سو وبيطمنوها ان سو هترجع البيت، وبيقعدوا بعدها سوا علشان يشوفوا يعملوا ايه في مصنع عيلتهم اللي كان بيديروا جانج، ومش بيبقوا عارفين يسيبوه مقفول ولا يكملوا شغل فيه لان دي امانة عيلتهم واخوهم. بس المشكلة ان محدش فيهم بيكون عارف حاجة عن مصنع المشروبات اللي بيقدمها المصنع ولا ازاي يديروا، وكمان بيقعدوا يشكوا همومهم لبعض والمشاكل اللي في حياة كل واحد. وهنا بيقلقوا جدا لما بيعرفوا من مامة سو ان سو ما رجعتش للبيت لحد دلوقتي، فبيقوموا يدوروا عليها في كل حتة. وسو بتكون راحت على مصنع جانج وقعدت تشرب لحد ما بتتعب من كتر الشرب، وبتقعد تفتكر ذكرياتها مع جانج لحد ما بيغمى عليها من كتر الشرب. واخوات جانج بيروحوا يشوفوها في المصنع، ولما بيلاقوها مرمية على الارض بيخافوا انها تكون ودعت زي اخوهم، ولكن سو بتصحى وهي بتضحك فبياخدوها علشان تفوق من اللي هي شربته. بس سو بتقول لهم ان الشرب مش بيأثر فيها وانها كويسة، فبيبقوا قلقانين لا تكون اتجننت لانها بتتصرف بشكل طبيعي خالص. بس سو فجأة بتتعب قوي وبتقول لهم انها تدخل اوضتها علشان ترتاح، وبيبقوا كلهم مشغولين ووراهم حاجات محتاجين يخلصوها، فبيعرفوها انهم هيضطروا يسيبوها ويمشوا. فسو بتطمنهم انها كويسة علشان ما يخافوش عليها ويروحوا يشوفوا مصالحهم. وهنا
وهنا كونج بتكلم سو بتقول لها انها مستنياها من امبارح علشان ترجع تعيش معاها، بس كونج بعدها اساسا بتطرد من شقتها بسبب حواراتها الكتير مع المتجوزين اللي بتحاول تعلقهم. وفي نفس الوقت ده بيرجع تاك على بيته وبيقابل مي اللي بتطلب منه ما يضرش بمصلحة مصنع جانج. فتاك بيقول لها انه لسه ما قررش بشكل نهائي هيعمل فيه ايه، فمي بتحذره ما يدمرش المصنع لا اما هتتطلق منه. فتاك بيبقى مستغرب افورتها وبيسألها ليه بتعمل كل ده علشان المصنع وعيلة جانج. فمي بتقول له ان ده بسبب الحاجات الفظيعة اللي عملوها هما الاتنين مع عيلة جانج. فتاك بيقول لها انه ما عملش حاجة غلط وكل اللي عمله كان حقه طول سنين تعبه في المصنع. وبعدها بيتواصل شخص من شركة هان مع سو علشان يبلغها انهم عايزينها تروح الاوتيل علشان التعويض اللي طلبته. وهان وقتها بيكون عنده تصوير في الاوتيل وبيكون متنكر زي الموظفين اللي شغالين في الاستقبال. فلما سو بتروح على الاوتيل وبتشوفه بتفتكر انه شغال في الاوتيل، ولانها بتكون متعصبة بتقول له ان اللي عمله معاها مش مقبول وبتقعد تهزق فيه. فهان بيقول لها ان ظهره وجعه بسببها يوم الجنازة، بس سو مش بتكون فاهمة ان هو اللي ساعدها قبل ما تقع وبتكمل تهزيق فيه. فهان بيديلها الكارت بتاعه وبيقول لها تشرب قهوة على حسابه ويبقوا يتكلموا بعدين لانه مش بيكون عايز فضايح وهو بيصور. بس سو بتفهمه غلط وبتفتكر انه عاوز يقرب منها فبتهزقه اكتر وبتسيبه وبتمشي. ولكن بعدها بتفهم من كلامه ان هو اللي انقذها من الوقعة، ولما بتفتكر انه تعب بسببها بتروح تشتري له علاج وبترجع على الاوتيل علشان تديهوله. ولكن المرة دي هان بيفتكر انها متسلطة عليه علشان تاخد منه فلوس باي طريقة. فبيقول لها انه عارف انها متجوزة جديد وممكن يكون وضع جوزها صعب بس مش للدرجة اللي تخليها تلحقه في كل مكان علشان الفلوس. فسو بتزعل جدا من كلامه وبتتحرج بسبب اهانته ليها. وهان لما بيفتكر الكلام اللي قاله بيتضايق وبيبقى عايز يعتذر من سو، ولكن سو بتسيبه وبتمشي. وفي نفس الوقت ده بتكون بو وسيري خرجوا سوا، ولما سيري بتسيب بو شوية لوحدها بيظهر لبو واحد سايكو وبيلاحقها لانه معجب بيها جدا. وطبعا بو بتكون رافضاه وبتحاول تخلص منه بس هو مش سايبها في حالها. ولما بتقرر رفضها ليه الشخص ده بيهددها بالسكينة وبيبقى عاوز ياخدها معاه بالغصب. ولكن من حظ بو ان كانج بيكون موجود في نفس مكانها بالصدفة، ولما بيشوف اللي بيحصل معاها بيروح يساعدها وبيخلصها من الشخص ده. ولكن جانج بيتصاب فبياخدوه على المستشفى، وهنا جيول بيبقى شغال في نفس المستشفى فبيروح بسرعة يطمن على اخته وعلى سيري. وجيول ساعتها بيتفاجئ ان كانج هو اللي انقذ اخته، وكانج هو كمان بيتفاجئ انه انقذ اخت الدكتور بتاعه. وهنا سو بيكون لسه قاعده في بيت كانج، فلما بيشوفها بوم بيسالها هي لسه ما مشيتش لحد دلوقتي. فسو بتطلب منهم يدولها وقت علشان تمشي لما تكون مستعده نفسيا لده. وبتلاقي بوم شايل بنته الصغيره وبيكون المحامي وصل علشان يقابل بوم بخصوص ميراث كانج. فسو بتعرض على بوم انها تهتم ببنته لحد ما يخلص مقابلته مع المحامي. والمحامي بيسال بوم اذا كان عندهم نيه لاداره المصنع بعد موت كانج. فبوم بيقول له ان لا هو ولا اخواته يقدروا يعملوا ده لانهم مش عارفين اي حاجه عن طبيعه الشغل. فالمحامي بينصحه انهم يتخلوا عن ورثهم ويتنازلوا عن المصنع طالما مش هيشغلوه لان المصنع عليه ديون كتيره قوي لازم تتسدد. ولما سو بتعرف ده بتزعل قوي. وفي نفس الوقت ده بيعرف هان ان سو خسرت جوزها قريب، ولما بيفتكر الكلام اللي قاله لها وانها رجعت له مخصوص علشان تديله العلاج بيحس بالذنب جدا تجاهها. وسو وقتها بتكون بتتكلم مع بوم وبتطلب منه ما يتخلاش عن المصنع لانه كان كل حياة اخوهم. فبوم بيقول لها انه مش عاوز يعمل كده بس ما قدامهمش اي حل تاني. وهنا بيتفاجئوا بعربيات كتيرة جدا بتحوط المصنع وبينزل منها ناس كتير كلهم ليهم فلوس عند جانج، وبيقولوا لبوم وسو ان جانج نصاب وخد منهم فلوس كتير علشان المصنع وما سددهاش. ولما بيحاول بوم يهدي الموقف سو بتتعصب جدا لانهم بيقولوا على جانج انه نصاب، وبتقول لهم ان فلوسهم كلها هترجع وهي بنفسها تتصرف وتضمن ده. وبتطلب منهم يبطلوا كلام عن جانج. فبوم بينصحها ما تقولش كلام هي مش قده، ولكن سو بتقول له انها قد كلمتها ومش هتخلي حد ينطق كلمه واحده وحشه على جوزها. ووقتها بيكون تاك ومي بيتخانقوا مره تانية بسبب موضوع مصنع جانج، وتاك بيقول لمي ان هي اللي ساعدته علشان يسرقوا المصنع من 30 سنه وهي بنفسها اللي سرقت الفلوس واديتها له وهربت معاه. فبيطلب منها ما تمثلش دلوقتي انها بريئه لمجرد انها بقت عايشه في حياه ما كانتش تحلم بيها. فمي بتقعد تعيط وبتقول له ان هو اللي اجبرها على ده. وبالليل بيتجمع اخوات جانج كلهم علشان يمضوا التنازل بتاع المصنع، ولكن سو بتلحقهم قبل ما يوقعوا وبتقول لهم ان هي قررت انها تدير المصنع بنفسها. وبتطمنهم ان جانج علمها شويه عن صناعه المشروبات وكمان معاها كتاب وصفاته، وبتقول لهم انها مجهزه خطه كامله علشان تظبط الامور الماليه وتوقف المصنع من تاني على رجليه. فاخوات جانج مش بيبقوا مصدقين، ولكن سو بتقول
بتقول لهم انها هتثبت لهم قريب جدا، وبتروح بعدها سو لجو شريك وصاحب جانج، وبتطلب منه ما يمشيش من المصنع علشان يساعدها في تشغيله من تاني، وبتوعده انها هتديله زياده كبيره لو كمل شغل معاها. فجو بيوافق، وهنا سو بتروح لمامتها اللي اتطردت من بيتها، وبتقول لها ان من هنا ورايح هي هتهتم بيها، وبتاخدها تعيش معاها في بيت جانج، وبتقول لها انها قررت تتولى اداره المصنع وتاخد بالها من عيله جانج. فكونج بتضربها باللي في ايديها وبتقول لها انها تضيع نفسها، ولكن سو مش بتهتم، وبتفضل ليل نهار تشتغل في المصنع وتعمل كل حاجه بنفسها من الالف للياء، وبتبدا شويه شويه كده تنتج دفعه مشروبات جديده. في الوقت ده هان بيروح لها على مكان المصنع علشان يعتذر لها على اللي قاله في الاوتيل، وبيديلها التعويض اللي هي كانت عايزاه. فسو بتقول له انها سامحته لانه امين وادالها حقها، وكمان بتاخد شويه من الفلوس اللي اداها لها، وبتقول له ياخدها علشان يعالج اصابه ظهره لانه اتصاب بسببها. بس هان بيضحك وبيقول لها ان مفيش داعي، فسو بتديله من المشروبات اللي عملتها كتعويض ليه. فهان بيقبلها وبيخرج من عندها وهو مبسوط وبيفكر فيها. وتاني يوم بتاخد سو عينات من المشروبات اللي هي عملتها وبتعرضها على زباين قدام لجانج، وبيعجبهم جدا المشروبات، وبيقولوا لسو انها هتنجح جدا وعايزين منها كميات كبيره في اسرع وقت. فسو بتقول لهم انها لسه في مرحله الانتاج، بس قريب هتكون جهزت اول دفعه. وفي نفس الوقت ده بيكون هان عند الدكتور بتاعه بسبب اصابه ظهره، والدكتور بتاعه لما بيساله ليه ما فكرتش تتجوز رغم ان عدى على موت مراته 15 سنه، هان بيقول له ان مامته زمان حاولت تضغط عليه كتير في الموضوع ده، بس هو حطها قاعده وقرر ما يتجوزش تاني من بعدها. فالدكتور بيقول له ان القواعد اتحطت علشان نقدر نكسرها برضه لما نكون عايزين، فبينصحه يرجع يفكر في الموضوع وما يقفلش على نفسه بالطريقه دي. ولما هان بيروح على بيته بيلاقي ان الخدامه بتاعته عماله تشرب في المشروبات اللي اديتها له سو، وبيبقى عاجبها طعمها جدا بشكل مش طبيعي لدرجه انها بتخلي هان عنده فضول علشان يجربها. في الوقت ده مامة سو بتبقى عايزاها تتراجع عن اللي بتعمله لانها خايفه عليها، بس سو بتطمنها انها هتنجح وهتخلي مصنع هان انجح مصنع في البلد كلها، وبتطلب منها تثق فيها وما تسيبهاش وتمشي، خصوصا ان مفيش مكان تاني ممكن تروحه. وفي نفس الوقت ده بتروح مي على شركه تاك علشان تقابل المساعد بتاعه، وبتطمن منه ان تاك اتراجع عن قرار شراء المصنع وما بقاش يفكر في اي خطط بخصوصه. اما بقى اخوات جانج فبيكون كل واحد فيهم بيحاول انه يظبط حياته شويه بشويه. فبوم بيلاقي شغل في الجامعه وبيرجع يشتغل كاستاذ جامعي من تاني بعد ما خسر شغله في امريكا، وبيقرا رساله كان سابها لاخوه جانج قبل ما يموت، وكان جانج كاتب له فيها انه فخور بيه دايما لانه حقق حلمه في الدراسه وسافر بره كمان. فبوم بيوعد نفسه وبيوعد جانج انه هينجح في حياته ومش هيخيب امله ابدا. وهنا هونج بيقضيها لايفات على التيك توك علشان يكسب منها، وبيبقى في معجبه بتبعت له على طول هدايا بفلوس كتير، فهونج بيشكرها وبيبقى عنده فضول يعرف هي مين وليه هي معجبه بيه للدرجه دي. وكانج بقى بيروح يقابل جيول اللي بيشكره علشان ساعد اخته من المريض اللي كان بيلحقها. وفي وسط الكلام جيول بيعرف من كانج انه عمره ما ارتبط قبل كده لانه بيتكسف قوي علشان قضى نص عمره بين اخواته الولاد والنص التاني مع زمايله في الجيش، فما بيعرفش يكلم اي بنت لانه ما جربش قبل كده. فجيول بيبقى مصدوم جدا لما بيعرف، بس تقريبا يعني اخته هتغير الوضع ده قريب. وكانج بعدها بيرجع على الجيش، وبالليل بقى بيقعد هان يشرب من المشروبات بتاعت سو، ومن كتر ما بتعجبه بيخلصها كلها، وبينام بعدها لاول مره وهو مرتاح جدا، وبتبقى اول مره ينام مرتاح كده من زمان، فبيبقى عاوز يشرب تاني. وبالصدفه بيرجع يقابل سو عند المكان اللي مدفون فيه جانج ومراته، فهان بيطلب منها تستناه لانه عاوز يتكلم معاها، وبيقول لها انه عاوز كميات اكبر من المشروبات اللي بتعملها لانه حبها. فسو بتقول له انها هتديله شويه كهديه، بس هان بيقول لها انه مش عاوز هدايا، هو عاوز يشتري ايا كان السعر. وبيقعدوا يتكلموا بعدها عن حياتهم وعن شركاء حياتهم اللي خسروهم وازاي لسه مش قادرين ينسوهم. ولما بترجع سو على بيتها بتكتب رسائل لاخوات جانج زي ما كان جانج متعود، وبتطمنهم فيها ان المصنع شغال كويس قوي، وبتشكرهم انهم وثقوا فيها وسابوها تدير المصنع، وبتقول لهم انها لسه اختهم الكبيره وانهم وحشوها جدا، وعلشان كده هي مش عايزه اي اعذار، وبتديلهم ميعاد علشان يتجمعوا فيه كلهم سوا. فاخوات جانج كلهم بيروحوا على بيت سو في الميعاد، وسو بتطبخ لهم بنفسها وبيتجمعوا سوا على الاكل، وسو بتقدم لهم المشروب اللي هي عملته واللي كان اخر وصفه من وصفات جانج قبل ما يموت. فبيقعدوا كلهم يفتكروا جانج، وهونج بيزعل قوي من الكلام عليه ولانه بيكون شرب كتير جدا بيتعصب على تشون اخوه، وبيقول له انه دلوقتي يبقى اخوهم الكبير والمفروض انه يبقى مسؤول بدل جانج، وهو اللي يتولى مسؤوليه المصنع
فبدل ما هم شايل كل حاجه لسو وكمان بيكبر الموضوع جدا وبيقول له انه عاطل اصلا والمفروض انه يبقى شخص مسؤول اكتر من كده، فتشون بيتعصب قوي وبيتخانق معاه وبيبقوا هيضربوا بعض لولا ان الباقي بيفض ما بينهم. في الوقت ده سو بتعتذر من تشون وبتقول له ان هونج متاثر بالشرب واكيد مش قصده يقول الكلام ده، وبتخلي جانج ياخد هونج على اوضه علشان ينام لانه مش في وعيه. وتشون بيقعد يتكلم مع بوم وبيقول له ان كلام هونج صح لانه فعلا اكبر واحد فيهم والمفروض يتحمل مسؤوليتهم. فسو بتخرج وبتقول له ان قرار تحمل المسؤوليه ده كان قرارها فمش لازم حد يحس بالذنب تجاهها. فبيسيبهم تشون وبيخرج يقابل صاحبته اللي اسمها سون واللي بيكون متعود يتكلم معاها لما بيكون متضايق. فسون بتحاول انها تواسيه علشان نفسيته تبقى احسن. وتاني يوم بيندم هونج على اللي عمله فبيروح يعتذر من تشون ومش بيسيبه في حاله لحد ما بيصالحوا. وبوم بيبدا اول يوم شغل ليه في الجامعه وبالصدفه بيبقى بيدرس لسيري، وسيري لما بتشوفه وبتعرف ان الاستاذ بتاعها بتتصدم لان قبل اول محاضره ليهم كانت شافته قبل كده وساعتها افتكرته عامل كان جاي يصلح الطبعه وهزقته لما وسخ هدومها بالحبر بتاع الطبعه بالغلط، فبتبقى خايفه لا يستقصدها ويسقطها فبتروح تعتذر له على طول بعد المحاضره. وكانج بيكون رايح له في زياره للجامعه وساعتها بيرجع يقابل بو للمره التانيه بالصدفه وبيكون نفس الشخص رجع يضايقها، فكانج بيساعدها للمره التانيه فبو بتشكره وبتقول له انها مش عارفه ازاي ترد له اللي عمله معاها. وبيجي اصحاب بو وبيحرجوها لما بيفتكروا ان هي وكانج مرتبطين، بس بو بتقول لهم انهم مش مرتبطين وبتمشيهم وبتعتذر من كانج. وكانج بيديلها حجر كان اخده من الميه وهو بيغوص في مره من تدريباته وبيقول لها ان الحجر ده نادر جدا وهو بيحبه وعلشان كده حب انها هي اللي تاخده. وفي نفس الوقت ده بيكون هان قاعد يفكر في سو كتير قوي خصوصا لما بيفتكر انه اخد منها مشروبات تاني من غير فلوس لانها اصرت ما تاخدش منه فلوس، وبيحس بالذنب لان سو شكلها بيبان عليها ان وضعها المادي مش احسن حاجه. وساعتها سو بتكون قاعده مع مامتها اللي بتترجاها يروحوا يسهروا سوا في الاوتيل اللي سو عملت فيه فرحها وبتقول لها انها نفسها تخرج من زمان فسو بتوافق بسبب زنها. وطبعا هان بيبقى هناك لانه اساسا صاحب الاوتيل وبيكون في عشاء عمل، ولما سو بتروح على الاوتيل مع مامتها بيقعدوا يتعشوا سوا وكمان بيشربوا وسو بتشرب كتير جدا لحد ما بتبقى مش في وعيها وبتخرج وبتسيب مامتها. وهان بيشوفها وهي بتقع على الارض فبيخاف عليها وبيروح يطمن عليها وبيمدلها ايده علشان تقوم. وساعتها سو بتتخيله جانج فبتقوم حضناه وبتقول له انها مش مصدقه انها رجعت تشوفه تاني. فهان بيتفاجئ وبيبعدها عنه على طول ولكن سو بتفضل تلاحقه ومش بتسيبه. والهنا بينتهي الجزء الاول من مسلسلنا. اكتبوا لنا في التعليقات متوقعين ايه اللي يحصل واكتبوا لنا كمان حابين نلخص مسلسلات ايه تاني. سلام عليكم.